داركم تما. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه أجمعين. اليوم هاتفت السيد ملكاوي محمد رئيس جمعية حماية المستهلك، ووضعته أمام الصورة، كما لم يفوتني أن أهاتف السيد باشا مدينة قلميمة على هذا الوضع الكارثي الذي تعيشها ساكنة هذا الحي هذا وكل من يمر بهذا الشارع. هنا التفاح هذا كيتباع بدرهم الكيلو وغير صحي، ويعتبر تهديدا لصحة المواطنين. لاحظوا معي جيدا. هذا التفاح كي داير، قد باو نربي دغيا التفاح هيا اكل تشاني جدا تفاح الدغ. اذا مشكورا تفضلت مصالح المجلس البلدي مشكورة فقامت باللازم. اذا التفاح هو هذا. اذا شكرا للسيد باشا مدينة قلميمة، شكرا للسي ملكاوي رئيس جمعية حماية المستهلك، وشكرا لكل من له الغيرة على هذا الوطن العزيز، وخاصة على المواطن وساكن قلميمة. المواطن المقهور على نفسه لما يرى الهمزة كي بحال هذه، الهمزة بين قوسين، كيقول لي ندي واحد 10 كيلو 6 كيلو، ومن بعد كيحط 10 ديال الدواء. إذا مرة أخرى لكل الغيورين، راقبوا ما يباع في الأسواق، راقبوا ما يباع في الأسواق، لأن صحة المواطنين فوق كل اعتبار. إذا لن أطيل عليكم، أنتم تشاهدون الآن الكاميو ديال البلدية. اللهم يسير، شكرا جزيلا. إذا هنيئا لنا جميعا بهذا الانتصار، لأن هذا كيعد الانتصار، المحافظة على صحة المواطنين فوق كل اعتبار. إذا مرة أخرى كنقول لهاد الناس اللي كيبيعوا في الزنقة، بيعوا المواد اللي هي صالحة للاستهلاك، بيعوا المواد اللي هي غير ضارة للمواطن. ولكن إذا ضبطنا شي واحد راه والله ما يلوم غير راسو. وأناشد المواطنين غير على هذا الوطن العزيز، اللي شاف فيكم شي حاجة وما قدرش يفضحها يقولها لنا نحن مستعدون لفضح المفسدين والمتلاعبين بصحة المواطنين. أستاذ بارفا رئيس جمعية المسجد التنمية والرعاية الصحية، تحياتي.